غادة عادل إيدها اتكسرت، ونادية الجندي ولعت السوشيال ميديا بالأحمر، وداليا مصطفى بإطلالة أنثوية راقية. إيه اللي بيحصل في كواليس النجمات؟ نبدأ بأول نجمة معانا وهي غادة عادل، اللي خضت الكل بظهورها وإيدها متجبسة تماما. والمفاجأة إن السبب مش حدث التصوير، السبب طلع اللعب مع الكلاب، حيث كشفت الإعلامية إنجي علي عن تعرض الفنانة غادة عادل لكسر في اليد، حيث شاركت فيديو على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت بيه رفقة غادة عادل وفي دراعها جبيرة، وتفاعل معها الجمهور ونجوم الفن بالدعاء لها بالشفاء. ومن وجع غادة نروح لجمال ونشاط نجمتنا الفنانة الكبيرة نادية الجندي، نجمة الجماهير، مرتدية فستان أحمر. نادية الجندي تهنئ جمهورها بعيد الحب. حرصت الفنانة نادية الجندي على مشاركة جمهورها أجواء عيد الحب، إذ نشرت صورة جديدة ليها على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا أحمر قصيرا لفت الأنظار. ووجهت نادية الجندي رسالة تهنئة لجمهورها ومتابعيها بهذه المناسبة، قائلة: كل عيد حب وانتوا طيبين. أما مسك الختام فهي النجمة داليا مصطفى، اللي خطفت الأنظار بسيشن تصوير في قمة الرقي والأنوثة، بتوب أسود وبنطلون أبيض، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، مشيدين بجمالها الطبيعي وقدرتها على الظهور بإطلالات هادية لكنها لافتة في الوقت. وفي نفس الوقت اعترفت داليا مصطفى إنها لجأت لدكتور نفسي بعد تعرضها لعدد من الصدمات القاسية التي أثرت بشكل كبير على حالتها النفسية. بين كسر إيد غادة ودلع نادية الجندي وأسرار تعافي داليا مصطفى، مين أكتر خبر فاجئكم النهاردة؟ وهل فعلا صورة ممكن تخرج إنسان من أزمة نفسية؟ مستني رأيكم في الكومنتات.